الفنانة منى بدر بطلة فيلم فتى أحلامي حبيبة عبد الحليم اللي جندوها للتخلص منه وهربت خارج مصر. فيلم فتى أحلامي سنة 57. ولد عبد الحليم حافظ ومنى بدر السلام النابلسي. منى بدر اسمها الحقيقي ميري النجار. عليها عبد الحليم خسارة خسارة فراقك يا جارة، عينيا بتبكي عليك بمرارة. سافرت منى بدر من 30 سنة للولايات المتحدة الأمريكية واستقرت هناك. عاشت في شيكاغو، رجعتش لمصر إلا زيارات بسيطة. ظهرت في فيلمين بعد فيلم فتى أحلامي كلنا فدائيون 69، قصة كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال، وظهرت في فيلم سواقة التاكسي 89. السينما السورية رصيدها الفني 3 أفلام. منى بدر أصولها سورية وكانت عايشة في القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة سنة 1950 مدرسة القلب المقدس بالقاهرة، واختيرت كملكة جمال مصر سنة 1956. وشاف صورتها عبد الحليم ورشحها لبطولة فيلم فتى أحلامه تكون بطلة الفيلم قصاده. عرض الكلام ده على عبد السلام النابلسي، كانوا أصدقاء وقتها. أعجب بيها عبد السلام النابلسي وحقق الفيلم نجاح كبير جدا، وكان جمالها هادي. بعد الفيلم كملت دراساتها في كلية الآداب، وبعد تخرجها اشتغلت في بنك القاهرة، وحصل بينها وبين زميل ليها قصة حب كبيرة، واتجوزت واتفرغت لحياتها الأسرية وانحصرت عنها الأضواء. وسنة 1958 ظهرت تاني للأضواء، ده لما أصيبت بالزايدة الدودية ودخلت مستشفى دار الشفاء، والممرضات اتصوروا معاها واتصلوا بالصحافة، وبعد كده الجرايد كتبوا عليها تاني إنها مرضتش ترجع للفن. جوزها أخدها وسافروا للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كده شاركت في فيلم كلنا فدائيون وسواقة التاكسي. رشحها لمسابقة ملكة جمال. هو لاعب الكرة فتحي بسطان، لاعب كرة قديم من مواليد سنة 1926. لما راحت وقدمت فازت بالمسابقة. اختار ليها اسم منى بدر هو العندليب الأسمر، تشاركه بطولة فيلم فتى أحلامي 57، فيلم من إخراج حلمي رفلة. يضمنوا نجاح الفيلم. لما بدأوا التصوير اكتشفوا ان طريقة كلامها وصوتها مش مناسب للفيلم تماما، صوتها مش حلو. حاول حلمي رفلة حل الموضوع ده، اتفق مع عبد الحليم حافظ ان هي تمثل، وفي المونتاج جابوا مذيعة الإذاعة الأولى في الوقت ده الفنانة كريمة مختار، حطوا صوتها بدلا من صوت منى بدر. الكلام ده قالته الفنانة كريمة مختار في إحدى اللقاءات. ولما راحت منى بدر في العرض الأول للفيلم وشافت الفيلم عرفت إن مش صوتها، قالوا أهلها إن هم هيرفعوا قضية على حلمي رفلة قال لهم يا ريت لو رفعتم قضية ده هيبقى ترويج للفيلم. الفيلم حقق نجاح كبير، بس الناس هتعرف وقتها إن صوتك مش حلو، محدش هيجيبك تاني في أفلام، لأني هقول إن صوتك وحش. بالفعل قال لها حلمي رفلة لازم تتدربي لأن صوتك ما ينفعش يكون نجمة فنية تحقق نجاح بعد فيلم فتى أحلامي. وطلعت في فيلم سواقة الأتوبيس سواقة التاكسي كنا فدائيين كومبارس. فيلم فتى أحلامي هو البطولة الوحيدة المطلقة لها. عليها إشاعة وقالوا إن ابنها الطبيب خلص عليها واداها حقنة لما أصيبت بالسرطان، ودي بيطلقوا عليها في أمريكا حقنة الرحمة. لكن الكلام ده كله كذب، انها ماتت بامراض الشيخوخه عاديه جدا. طلع ابنها مهندس مش طبيب، بنتها شغاله محاسبه في بنك، وعايشين هناك في امريكا في شيكاغو. لها 30 سنه ما نزلتش مصر. قالوا ان عبد الحليم كان عايز يتجوزها. قالوا كمان ان هي في مشهد من مشاهد الفيلم كانت عايزه تخلص على عبد الحليم، ان عبد الحليم طردها خارج مصر. قالوا كمان وطلعوا اشاعات ان هي ماتت بحقنه مسممه. كل الكلام ده لا اساس له من الصحه. فيلم فتى احلامي عبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي ومنى بدر وحسن فايق وفهمي آمن وميمي شكيب وسهام. الفيلم ده كانت بتدور أحداثه حول عادل الفتى اللي ترك له والده عمارة كبيرة، وكان بياخد إيجار العمارة يصرفه في الكباريهات وعلى الرقصات. وكان ليه صديقه اسمه نوفل السرياوسي وكيل دايرة رضوان بيه. كان نوفل بيستولى على الإيرادات يصرفها أيضا في الكباريهات. نوفل وعادل منافسين للصرف على رقصات وفي الكباريهات فتح زجاجات الشامبانيا. في يوم عادل بيزور عمه الثري ويشوف بنته سهام، وكل مرة يطلب حقه من عمه ينتهي الموضوع بخناقة. مرة سهام بتزور ابن عمها عادل، تلتقي هناك بنوفل السرياوسي، تسمع صوت عادل وتظن ان هو صوت نوفل، بتحب صوته الجميل. من ناحية تانية بيسمع عادل عن امال بنت صاحب الدايرة اللي بيديرها نوفل السرياوسي. بيروح يزور العزبة بتاعتهم، بيلتقي بامال يحبها عادل، وبينتهي الفيلم نوفل بيتجوز سهام، عادل بيتجوز امال. قصة حب رومانسية. ينتهي الفيلم. فيلم فتى احلامي البطولة الوحيدة لمنى بدر. إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة. أختكم محتاجة دعمكم، أتمنى منكم مزيد من الدعم. أترككم في رعاية الله وأمنه. أشوفكم مرة تانية بإذن الله فيديو جديد.